ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ وحشني قوي. يلا نخش في المنهو. وبنشوف بنت ماشية عالطريق وفجأة عملت حادثة من العربية، وساعتها بتحسب انها ماتت خلاص وحياتها انتهت. وفجأة بتصحى وبتلاقي نفسها في غرفة، وشاب بيقول لها: ها سيدة روزيريا؟ وبتقول في نفسها: رجل وسيم أنا بحسبه بنت. وبتقول في نفسها: لكن أنا فين؟ هل دي الحياة اللي بعد الموت؟ لكن اللي شايفاه فاسد للغاية. وفضل يرخم عليها ولي العهد وبيقول لها: انت هتكوني ملكي في المستقبل. وساعتها بتقول: هو بيتكلم عن ايه؟ وناداني بأسماء غريبة مش هي. هو ايه اللي بيحصل؟ وساعتها كانت هتخرج من الغرفة، فنداها ولي العهد وقال لها: انت رايحة فين؟ ده انا شفتك مرة او مرتين والمفروض انك خطيبتي. وساعتها اتصدمت وقالت: خطيبتك؟ فقال لها: لو انت مكسوفة انا هنظم لك يوم خاص بيكي بس لو ركعتيلي. وساعتها قربت ليه وضربته بالقلم وقالت له: اخرس. وساعتها بنروح للمنزل الدوقية روزيريا، ودخلت وقالت للخادمة: هو فين والدي؟ فردت وقالت: الدوق في مكتبه. وبتكون إلينا ابنة أقوى دوق في هذه البلد، وكمان هي الطفلة الوحيدة ليه. وبتكون الخادمات خايفة منها جدا، وبتقول إلينا: لابد ان السمعة بتاعتي جيدة هنا. وبتقول إلينا: مر اسبوع على قدومي الى داخل الجسد ده، وعرفت ان هذه هي اكبر دولة في القارة، وان عائلتي مساهمة في تأسيس دوقية روزيريا، وإنها الأكثر شهرة بالمبارزة في الإمبراطورية. وبتكون اسمها إلينا روزيريا، الابنة الوحيدة لهذه الدوقية وخطيبة ولي العهد، وإن العالم ده مجرد خيال. إلينا مجرد خيال. إلينا هي شخصية في سيدة الوردة البيضاء، وهي مجرد رواية قرأتها بناء على توصية صديقتها. وبتقول إن هذا الجسد اللي أملكه هو أكثر النساء شرا في الرواية، وكمان كانت وقحة وبتضرب النساء وشريرة جدا. ولكن رؤية ولي العهد بالملابس الداخلية أعتقد إن ده قبل ظهور البطلة، يعني قبل ما تصبح إلينا روزيريا شريرة. أنا لازم أغير نهاية الرواية دي. أنا عرفت أنا هعمل إيه. وساعتها راحت لأبوها وقالت له: أنا عايزة أتكلم معاك. أول حاجة أنا عايز أقطع خطبتي من ولي العهد. وساعتها اتعصب أبوها وقال لها: لكن ده مش زواج أجبرتي عليه، ده بمزاجك. وبعدين انت بتعتقدي بان بالسهولة دي ينتهي ارتباطك بالعائلة المالكة؟ وساعتها بتقول إلينا في سرها: انا توقعت ان الامر مش هيكون سهل كده. وردت وقالت له: نعم، اعتقد اني كنت متسرعة في فسخ الخطوبة يا ابي. وقالت في سرها: طب انا هقوله على اقتراح تاني، انا الوحيدة للعائلة دي، خليني خليفتك، انا محتاجة اسيطر على العائلة دي. وساعتها طردها برا. وبنروح لإلينا وبتكون قاعدة لوحدها وبتفكر وبتقول: أنا عايزة أكون الخليفة، وحتى لو فسخت خطبتي من الأمير كده كده هتجوز واحد تاني. لو فشلت في خلافة الدك وكده هعيش بدون إرادتي، وأنا مش عايزة كده. في الواقع مفيش أي طريقة تخليني منصب الوريث ما لم يكن الدك مجنونا. أنا مش إلينا الحقيقية، لكن طالما إني في الجسد ده فإن كل أفعال إلينا الشريرة مرتبطة بيا. لازم أخطط ولن أتزوج ولي العهد في المستقبل، وده
هدفي، لازم أغير أحداث الرواية. وساعتها بتدخل عليها أمها وبتكون اسمها إليزابيث، وبتسألها إلينا إيه اللي جابك هنا يا أمي؟ وساعتها بتكون أمها خايفة منها لأن إلينا كانت شريرة. فردت أمها أنا سمعت إنك بتروحي لوالدك كل يوم، كنت عايز أعرف بتتكلموا في إيه. فردت عليها إلينا كنت بقوله إني كنت عايزة أفسخ خطوبتي من ولي العهد بسبب تلك الحادثة شفته مع بنتين وخني ساعتها. فردت أمها ماذا؟ فسخ خطوبة؟ فردت إلينا لا، وكمان عايزة أكون خليفة لهذه الأسرة. وساعتها أمها مصدومة من الكلام وبتسأل نفسها إلينا وبتقول أنا مش فاهمة ليه كنت مهووسة بولي العهد، وفي اليوم اللي عملت فيه الحادثة كنت بقرأ الرواية وكنت واقفة عند النقطة دي، هو ليه مهووسة بيه كده؟ وبتقول له أمها ولي العهد مش إنسان، ده عبارة عن كمامة لأنه خني الحيوان، لكني مش عايزة انفصل على طول، وكمان مش عايزة أكون ليا علاقة بيه. أنا مهتمة حاليا وعايزة أكون خلافة والدي، عايزة أتعلم كل حاجة جنبه ومساعدة الأسرة، ده اللي عايزة أقولهولك. وساعتها بتتصدم الأم وبتقول انت فعلا اتغيرتي يا إلينا، أنا واثقة فيكي وهفضل معاكي، واهتم بدراستك وما تشتميش معلمك تاني، اوعديني يا إلينا. فردت وقالت لها أهدك يا أمي، وبتقول في نفسها كده أمي وثقت فيا وأكيد هتروح تقنع والدي. وساعتها إلينا اهتمت بدراستها وبقت بتذاكر، وكمان فضلت تتعلم الرقص وكمان فن المبارزة اللي دايما بتلعبها. وبتقول بعد إقناع أمي لأبي الخطة كده ماشية بطريقة سليمة بمنصب الخلافة. وساعتها بنروح لأبوها وبيدخل عليه مدرب المبارزة لإلينا وبيسأله كيف كان التدريب مع إلينا. فصدم المدرب وقال له إن السيدة إلينا ما كنتش متوقع إنها ذكية جدا وشاطرة في المبارزة وعندها سرعة اكتساب وفهم ومهارات، وكمان أنا شايفها مناسبة جدا لوراثة منصب الدك. وساعتها بنروح لمنزل ولي العهد وبنشوف واحد شكله تعبان وشعره طويل، وده بيكون اخو ولي العهد الاكبر واسمه لويد. وبنشوف الخادم بيصحيه وبيقوله جلالتك يا صاحب السمو انت كويس؟ وساعتها بيمسك راسه وبيتوجع وبيقوله انت مين؟ وبيتصدم انه مش عارفه وبيقوله انت بتقول ايه سموك؟ انا دان، انت مش فاكرني؟ وساعتها بيفتكر اخر مشهد ليه كان قاعد وبيشرب النبيذ مع اخوه ولي العهد وكانوا بيحتفلوا، وبيسأل انا ازاي شعري كبر كده؟ هات المراية بسرعة. وساعتها بيتصدم من شكله وبيسأله انت اسمك ايه؟ فقال له سموك انا دان، انت متأكد انك مش فاكرني؟ فقال له ممكن لان راسي بيوجعني من الاصابة، انا عايزك تشرح لي الحكاية. فقال له سموك انت كان عندك صراع بسيط مع سمو ولي العهد اخوك الصغير، وبسبب ده وقعت من على السلم وبقيت هنا وعالجك طبيب القصر وبقالك فترة كبيرة هنا. فقال لويد في سره انه الامير الاول لكن مش ولي العهد، لازم اشوف ايه اللي حصل. وساعتها بنروح لإلينا ووالدها بيناديها وبتصدم إلينا وبتقول والدي بيناديني باسمي، اكيد في حاجة. وقالت له أساعدك إزاي يا والدي؟ فقال لها استعدي للخروج، هنروح لمدينة الإمبراطورية. وساعتها بتتصدم إلينا جدا، وبكده يكون انتهى الفصل
ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.